إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضي. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضي، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة. نبتدي الحكاية. أهلا وسهلا بحضراتكم. أخبار حصرية وأخبار مشوقة وأخبار طريفة عن الكورة وعن اللاعبين وعن المباريات. نبتدي معاكم لحظات جميلة، وقت ممتع مع أخبار الكورة. عنوان الخبر: بيان شديد اللهجة من الكاف ضد الجيش الملكي، فهل سيتعرض الجيش الملكي لعقوبات شديدة؟ أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بيانا دان فيه الخروقات الأمنية التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت في 28 نوفمبر 2025 بين الجيش الملكي المغربي والأهلي المصري. وأقيمت المباراة بين الجيش والأهلي الجمعة الماضية على ملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وشدد كاف على إدانة تلك الأحداث المؤسفة، وقرر تقديم هذه الحوادث رسميا إلى مجلس الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من عقوبات. وكان الأهلي المصري قد أرسل خطاب رسمياً للاتحاد الأفريقي طالب فيه بتطبيق إجراءات السلامة قبل كل المباريات، وتطبيق تقنية الفيديو في مباريات مرحلة المجموعات، وتعيين حكام أصحاب خبرات في اللقاءات الجماهيرية ذات التنافسية العالية. وتعرض لاعبو الأهلي لإلقاء أدوات حادة من قبل بعض جماهير الفريق المغربي، بالإضافة إلى رمي زجاجات مياه على اللاعبين أثناء سير المباراة. وتوقفت المباراة لدقائق معدودة فيما ظهرت آلة حادة في الملعب بدا أن الجماهير قد ألقتها، ثم حاول لاعبو الأهلي إبرازها في حين كافح لاعبو الجيش لإخفائها، لينتهي بها الأمر في يد مدير الكرة بالنادي الأهلي وليد صلاح الدين الذي رفعها عاليا مبرزا إياها بعد أن أخذها من اللاعبين. كما تفاجأ لاعبو الأهلي خلال هجمة مرتدة في نهاية اللقاء بإلقاء كرات داخل الملعب من الجانب المغربي نحو لاعب الفريق أحمد سيد زيزو وإمام عاشور لتعطيل الهجمة. وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، ليحافظ الأهلي على الصدارة برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني صاحب المركز الثاني، فيما احتل الجيش المركز الثالث برصيد نقطة بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الجزائري الذي يملك الرصيد نفسه من مباراتين بعد تعادله سلبيا مع الفريق التنزاني في الجولة ذاتها التي لعب فيها الأهلي والجيش. شكرا لحضراتكم على مشاهدتنا. قضينا معاكم وقت ممتع. ما تنسوش تشتركوا في القناة، احنا بنحبكم جميعا. ومع ألف سلامة، مي عبد الكريم.